الدب الروسي بيحذر أمريكا من دخول الحرب. لو دخلت الحرب هيحصل هرج ومرج في منطقة الشرق الأوسط. يعني إيه؟ يعني الدور جاي على الخليج، الإمارات، قطر، السعودية، لابد من انكم تتخذوا اجراءات عنيفة مع تواجد القوات الامريكية الموجودة على اراضيكم. لابد من تخليكم عن امريكا الان. امريكا الان تدخل في منحدر وهتشدكم معاكم في المنحدر دوت. بتمنى ان تكونوا فاهمين انا بقول ايه ومستوعبينه. اخرجوا بره اللعبة لان القنابل القذرة دخلت في الموضوع. الخليج لا يستطيع أن يصمد بقنبلة واحدة قذرة. الخليج لا يملك مياه. الخليج يستخدم مياه الخليج كمياه للشرب، وده معناه ان لو اي قنبلة قذرة جت على الخليج هنا الخليج انتهى في خلال 3 ايام. ده مؤشر خطير جدا، وفلوسك لا تملك اي شيء في الامر الخطير اللي احنا قاعدين فيه ده. وافتكروا لما قلت ان هل الحكام الخلايجة بيخرجوا وبيهربوا بفلوسهم هربا من اللي هيحصل، ويتم الآن بيع الشعب الخليجي على الطاولة؟ أنا عايز أفهم زيكم. سؤال طرح بعرضه لحضراتكم وأتمنى إني ألاقي إجابة. وتحيا مصر في التعليقات، وربنا يحفظ مصر. تحياتي.